كان جزء من فيديو بعتولي صديقي فارس عبد الحميد من دولة العراق الشقيقة. بعتولي علشان كنا مختلفين في حتة هل هوم اسيستنت ينفع يشتغل ويشغل الاجهزه السمارت في حاله مفيش اكتيف انترنت كونكشن او ان مفيش اتصال بالانترنت. وانا كنت بقول له ان ما ينفعش الهوم اسيستنت يشتغل بشكل فعال وخصوصا مع الاجهزه اللي شغاله بالواي فاي الا لما يكون في اتصال مباشر بالانترنت، وهو كان مختلف معايا بسبب الفيديو اللي انا عرضته عليكم في الاول. وعشان كده هعمل الحلقة دي مخصوص عشان أأكد هل ينفع ولا لأ. يلا بينا. أول حاجة عملتها رحت على التابلت اللي عندي وحاولت أتحكم في الهوم أسيستنت، لقيته مش لاقط خالص. تاني حاجة قلت اما اشوف الاجهزة اللي عندي في الاول قبل ما اتحكم فيها من الهوم اسيستنت اشوفها شغالة ولا لا. طبعا السماعات الذكية كلها مش شغالة خالص. أليكسا نفس الكلام برضو مش شغالة، لا الايكو شو ولا الايكو دوت. Alexa, what is the time now? بالنسبة للسون اوف المفتاح التاتش بالفعل قدرت اتحكم فيه وبيفتح وبيقفل عادي خالص. بالنسبة لليوفي اللي هي الجرس الباب السمارت للأسف مش شغال. بالنسبة للكاميرا بتاعت شاومي الكاميرا الذكية مش شغال. حبيت اشوف الميني بي سي هل واصل له انترنت ولا لا، وعشان اتأكد وصلته من الراوتر بشكل مباشر وبالفعل بدأ يدي اشارات ان هو شغال. وبالفعل لقيت التابلت قادر يدخل على صفحة الهوم اسيستنت. جيت اتحكم في القطع السمارت اللي عندي. اول حاجة لقيت التويا اللمبة اللي شغالة بالواي فاي مش شغالة خالص. تاني حاجة المنتجات بتاعت سون اوف لقيتها شغالة معايا حتى لو كانت شغالة بالواي فاي. تالت حاجة المنتجات بتاعت تويا اللي شغالة بالزيجبي زي الشفاط مثلا بتاع المطبخ او حتى اللمبة شغالة تمام. حاولت اجرب تاني لقيت فعلا ان منتجات اللي شغالة بالواي فاي اغلبها مش شغال. حتى منتجات شركة شاومي برضو مش شغالة بالواي فاي. الستارة الذكية اللي هي بتاعت تويا شغالة بالواي فاي برضو ما اشتغلتش. السنسورز بتديني الداتا بتاعتها عادي وشغالة. رحت اجرب الجوجل ميني واشغل عليها صوت او اي موسيقى من الهوم اسيستنت لقيتها برضو مش شغالة. حاولت ادخل على باقي الاعدادات بتاعة الهوم اسيستنت زي السيتنج او الديفلوبرز تول لقيتها مش شغالة، لكن بعد فترة اشتغلت. لكن طبعا لقيت ان في الانتجريشن مش شغالة، بيقول لي failed to set up. والفكرة في الموضوع ان في بعض الاجهزة شغالة وبعضها مش شغالة سهلة جدا واشرحها دلوقتي. الموضوع ببساطة ان الاجهزة كلها اللي شغالة بالواي فاي ليها سيرفر زي ما انا شرحت لكم في الحلقة وهتلاقوا اللينك بتاعها فوق. السيرفر ده بيبقى خارجي، مثلا شركة زي شاومي السيرفر بتاعها خارجي في سيرفرات شركة شاومي. مثلا اجهزة السون اوف السيرفر بتاعها في السون اوف مادام شغالة بالواي فاي. التويا برضو اجهزتها بتروح بتبعت رسالة للسيرفر بتاعها عشان تقدر تتحكم فيها من اي مكان في العالم، وشرحت لكم كل ده بالتفصيل. لما بتيجي بقى تدخل الاجهزه دي في الهوم اسيستنت انت مش بتدخل الجهاز على السيرفر بتاعك اللي عندك في البيت، لا الاكونت بتاعك في الشركه الام بتدخله في الهوم اسيستنت. وبالتالي الهوم اسيستنت بيجيب كل البيانات والداتا بتاعه الاجهزه اللي عندك والحاله بتاعتها والتحكم فيها
عن طريق السيرفر بتاع الشركة الام، مش عن طريق الهوم اسيستنت نفسه. وبالتالي ما بيكونش فيه اتصال بالانترنت، بالتبعية بيفصل الاتصال ما بين الهوم اسيستنت والسيرفر بتاع الشركات اللي انت مدخلها عليه، فما بيقدرش يعرف الحالة بتاعتها، وفي نفس الوقت ما يقدرش يتحكم فيها. وعلشان اسهلها شوية هنشوف في الرسمة دي، السمارت هوم هنا بيتمثل فيه الهوم اسيستنت ما بيقدرش يوصل للاي او تي كلاود اللي هو السيرفر بتاع الشركات للاجهزة اللي شغالة عندك بالواي فاي. يعني ما تقدرش تعمل ستريم للكاميرا، تقدرش تتحكم في السمارت اي ار ريموت، تقدرش تتحكم في اللايتنينج الانوار اللي شغالة بالواي فاي وهكذا. طيب حد هيقول لي ان السون اوف قدرت اتحكم فيها بشكل بدون ما يكون في انترنت شغال، مع ان المفتاح الذكي او الوول سمارت سويتش ده بيشتغل بالواي فاي. هقول له فعلا انت ملاحظتك دي قويه، لان شركه السون اوف عاملين في البرنامج بتاعهم اللي هو الاي لينك، البرنامج بتاعهم فيه خاصيه انك تقدر تشتغل وتشغل اجهزه حتى لو كانت شغاله بالواي فاي، تقدر تتحكم فيها عن طريق اللان كنترول. بمعنى ان لو الانترنت عندك مش شغال او فصل، عن طريق الواي فاي فقط تقدر تتحكم في الاجهزة دي. خلاصة الكلام، اي جهاز شغال بالزيجبي شغال معاك تمام جدا بدون انترنت، والدنيا تمام جدا خالص. باقي الاجهزة كلها اللي شغالة بالواي فاي ما عدا شركة السون اوف مش هتشتغل. وعلشان كده بنصح اي حد بيتفرج على فيديوهات سمارت ان هو يتأكد من المعلومات اللي بيسمعها. مادام الشخص اللي بيقدم المعلومة ما عملهاش بايديه، يبقى ما تاخدش الكلام بنسبة 100%، والتجربة خير دليل. علشان كده القناة بتاعتنا هي من اقوى القنوات، لان بوريك كل حاجة ازاي تقدر تعملها بايدك انت. نقطة تاني ممكن اضيفها، ان حتى الاجهزة اللي شغالة من شركة تويا اما دخلتها على اللوكال تويا وعرفتها، برضو ما تحكمتش فيها بنسبة 100% بدون انترنت. اتمنى في نهاية الفيديو ان الفيديو يكون حاز على اعجابكم. ياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ياريت تكتبوه تحت في التعليقات، ونشوفكم في الحلقة الجاية ومعلومة جديدة. سلام.